السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل الفطير بتاعنا، الفطير الفلاحي. هجيب يا جماعة دمت حوالي كيلو، كيلو وربع دقيق. انا نخلتهم كويس، وهحط عليهم يا دوبك مية وملح وحبة خل، وهعجنهم كويس جدا. كيلو وربع دقيق دمت. يعني انا عاملاهم بالكوباية. عملوا معايا تمن كوبايات. 8 كوبايات، هما كيلو وتلت، يعني اكتر من ربع بشوية. يعني هما كانوا عندي يعني، وانا عبرتهم بالكوباية، فعملوا عندي 8 كوبايات يا جماعة بدي. دول هياخدوا تقريبا، بياخد نصهم مية. يعني مثلا هاخد حوالي 4 كوبايات مية. هحط 3 كوبايات، والكوباية الرابعة هحطها يعني بتأني شوية، يعني مش هحطها على طول، حط منها حبة حبة. ويا دوبك هو هيحتاج ملح وحبة مية، والمية والدقيق بس، وحبة خل علشان يخلي العجينة ناعمة وتمط كده مني. اهم حاجة ان انا اعجنه كويس جدا. اهم حاجة في اي عجنة لازم اعجنها كويس جدا، لان لازم يبقى الفطير دوت يبقى فيه عرق علشان يمط معاكي كويس كده وتعرفي تفرديه. يا دوبك هحط عليه ديت حوالي مثلا معلقة صغيرة او نص معلقة ملح. خليت الحبة دولت من المعلقة الصغيرة، وهقلبها وهحط الميه دافيه يا جماعه. حط الميه دافيه. يا جماعه اللي يعني بيعجن لسه يعني مبتدئ في العجين وكده، بيحط يعني انا عارفه بالخبره دول هياخدوا قد ايه. بيحط بالراحه، يعني انا حطيت حبه ميه، عارفه ان دمت قد ايه. يعني مش هيعملوا حاجه معايا، يعني هحط حبه كمان وكده. انا بوريكم بس ان احنا ما نحطش الميه كلها. ابدا احط يا جماعه، اشرب الدقيق بتاعي الميه. احط بحرص يا جماعه الميه، احطها بحرص علشان ما احتاجش دقيق تاني او كده يعني. يعني لما احتاج ميه احسن ما احتاج دقيق. فرضا انا ما عنديش دقيق، هعمل ايه؟ هي كده شبه اتلمت. انا هلمها بس واعجنها كويس. يعني هتحتاج مني حبه ميه صغيرين، مش هتحتاج مني كتير. يعني هي كده تقريبا اخدت مني 4 كوبايات الا ربع ميه. هلمها كويس يا جماعه وارجع معاكم تاني. هزود لها بس حبه ميه صغيرين عشان تبقى عارفوا ان هي اتلمت كده، مش هتحتاج مني ميه تاني. هم حبه ميه. انا حاطه يا جماعه حبه خل شويه صغيرين، حوالي معلقه من بتاعه الاكل دي في الميه، عشان برضك تعتبر سوائل يا جماعه. الخل برضك يعتبر سوائل. انا هلمها كويس جدا وهعجنها كويس جدا، حوالي زياده عن 10 دقايق يا جماعه، عشان تمط وتعمل معايا عرق. هعجنها وارجع لحضراتكم عشان مطولش الفيديو على حضراتكم. يا جماعه عجنتها حلوه كده، يعني إيه يعني تشبط كده في الايد شويه، ماشي، عشان انا عايزاها عجينه طريه، يعني ما تغلبنيش في الفرد. هسيبها ترتاح شويه، وبعدين اقطعها. وانا بقطعها بحطها في سمنه على زيت. انا محضره سمنه، حته سمنه بلدي بيضه، وحته سمنه من اللي انا عاملاها بالوش اللبن، وحبه زيت. هقطعها كمان شويه يعني. يا جماعه دي دقيق وحبه ملح، نص معلقه ملح صغيره، وحبه خل، يعني معلقه صغيره، معلقه اكل ديت خل الصغيره، المعلقه مش كبيره قوي يعني. وميه.
بس هو دي الفطير ما بيحتاجش الا كده. هغطيها شويه حوالي 10 دقايق كده بس ترتاح عشان اعرف اقطعها كويس. انا ممكن اقطعها دلوقتي واشيلها، بس انا يعني هسيبها شويه، هغطيها واسيبها شويه ترتاح. معنى سبتها 10 دقايق ارتاحت، وهقطعها. هقطعها هنا. انا يعني عاملاها هتبقى حوالي يعني 2 كبار وواحدة صغيرة. هقطع انا صغير كده اهي، هقطعها كده اهي. قطعها صغيرة عشان ايه؟ يعني تبقى سهلة الفرد. يعني ممكن اعملها مثلا، ممكن اقسمها على 3 واعملهم كبار قوي كده واقعد ارح فيهم، ويعني يعني افردهم. بس انا قلت يعني اعملهم صغيرين، اسهل وتوفير للوقت، ما بتاخدش وقت كتيره بقى. مش هقعد بقى اجيب الطبليه واقعد الف حواليها وكده. فانا قلت مره كده ومره كده، المره دي نعملها كده عشان الوقت، والمره الجايه ابقى بقى اعملها على طبليه كده في مكان واسع كده، اطلع على السطوح قدام الفرن وكده واعملها. لكن دي يا جماعه انا هسويها في فرن البوتاجاز. هقطع كل الكميه واجيب بالسمنه واحطه فيها واوريها لحضراتكم. يا جماعه انا قطعتهم اهو، حطيت هنا حبه سمن، هحط عليهم برضك هنا حبه سمن كمان. شوفوا يا جماعه مكان المرته دوت اللي تحت في القعر ده مكان المرته بتاعت السمنه. هحط حبه هنا كمان كده. المصفى الصغيره دي انا عاملاها اصفي بيها مكان السمن والحاجات دي، يعني عشان ما ينزلش فيها حاجه. اهوت قطعته كله، ومش هيلزق في بعضه يا جماعه، وهو بص مش هيلزق في بعضه ولا حاجه. هحطه كده واجيب الباقي احطه. مش هيلزق في بعضه. انا هسيبه يا جماعه، ممكن تبيتيه كده، يعني ممكن لو عملتيه من بالليل تعمليه الصبح، هتعمليه الصبح يعني تعجنيه من بالليل وتبيتيه في السمن كده عادي، يعني مش هيجرى له حاجه. بس يا جماعه مش بيلزق في بعضه ولا اي حاجه. اهوت ممكن تسيبيه ساعه، تسيبيه ساعتين، تشتغلي بيه على طول. بس مثلا بعد ما تقطعيه اقل حاجه يعني يقعد له ربع ساعه. انا هقعده كده حوالي يا جماعه ساعه، يعني انا لسه بدري على الغدا يعني، هقعده ساعه، ممكن اكتر كمان يعني هقعده حوالي ساعة كده. هما دولت انا هعملهم، ممكن يجوا معايا فطيرتين. هشوف كام واحدة يجوا معايا فطيرة يعني، وهقول لكم بقى برضك، هقول لكم كام واحدة جت معايا فطيرة وكده. ما كترتش يا جماعه، يا السمنه ديت تقريبا هتكفي، يعني الحبه اللي انا حطاهم دول هيكفوا، وممكن يزيد كمان شويه. مش هرميها، هشيلها ابقى اعمل بها رقاق كده، اعمل بها قرص كده. هسيبهم يا جماعه بص شكلهم جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. اهو دولت كيلو وربع دقيق بس يا جماعه، مش هيلزقوا، ما تخافوش مش هيلزقوا. هغطيهم 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 واشيلهم اهو يا جماعه. هغطيهم كده شويه واحط كده عليهم المطرحه كده، وهشيلهم ايه، اسيبهم كده مركونين هنا شويه، وبعد كده ابقى اقطعهم، احط بقى اقعد كده واقطعهم. يا جماعه بعد ما ارتاحت حوالي ساعتين اهي، بسم الله ما شاء الله عليها جميله، هي هتبقى سهله ان شاء الله في التبطيط. هبطط كام واحده كده معاكم وبعدين اكمل.
يا جماعه هبطط دي معاكم، وبعدين يعني هعمل كام واحده كده مع حضراتكم، بعدين ابقى اكمل الباقي. سهله يا جماعه في الفرد. رققيها بقى زي ما انت عايزه، يعني هي لازم تفرديها كلها على بعضها، وبعدين كده هتنيها هطبقها. واعمل واحده كمان. كل ما رقتيها كان احسن، كل ما رقتيها كان احسن، كل ما تعمليها رقيقه تديكي طبقات حلوه وتبقى رقيقه كده، مش تخينه ولا كده. عشان بقول يعني الطريقه دي احسن من اللي هي الفرد التاني. بصوا يا جماعه سهله ازاي، عشان المعجونه مظبوط يعني، ملتوته كويس، معجونه حلو يعني. هجيب دي بقى كده، والم عليها العجينه كلها، وافردي بقى زي ما انت عايزه تاني، يعني الطبقات اللي انت عايزاها افرديها. افرديها زي ما انت عايزه. ايه يا جماعه، انا العجينه دي يعني حطيت عليه ميه وملح بس، ومعلقه خل صغيره، ميه وملح ومعلقه خل صغيره بس. بصوا يا جماعه بتتفرد بسرعه وجميله ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها، ان شاء الله مش هتاخد وقت في بسم الله ما شاء الله اهي. الطبقات اللي انت عايزاها كام واحده اللي انت عايزاها كبيره قوي يعني، في الاخر هقول ان شاء الله يعني الكبيره قوي اخدت مني قد ايه، والصغيره اخدت مني قد ايه. هعمل كمان واحده اهي، سهله يا جماعه. بصوا يا جماعه سهله ازاي. لو اتبقى مني سمنه يا جماعه مش هرميه، ده سمن بلدي على حبه زيت على حبه سمن من اللي انا بعمله من وش اللبن، مع كيلو سمنه اي حاجه، جنه، روابي، اي حاجه اللي انت الكميه اللي انت عايزاها يعني. فاللي هيتبقى اعمل برقاق، اعمل بيه قرص كده يعني. اهو بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله جميله اهي. يا دوبك بتعملي كده، بتعملي بايدك بس كده، ما بتاخدش ثواني. عايزه بقى تحطي كده من الوسط كده وتعمليها اهي. بصوا يا جماعه عامله ازاي. ما اعرفش ليه الناس بتحس بسعاده كده وهي بتعمل فطير يعني، بس انا عامله كميه بسيطه يعني. احنا زمان كنا بنعمل يعني
حوالي 35 فطيرة وكده، وكان يبقى يوم فرح الجيران وجيران الجيران وكده. لكن دلوقتي يا دوبك الناس بتعمل على قدها وكده. ربنا ييسر الامور لكل الناس يا رب. هكمل انا يا جماعه كله وهوريكم حجمها وصل لقد ايه، ودي كبيره ولا صغيره، وهتاخد انهي صينيه. بسم الله ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. العجينه كانت جميله يا جماعه جدا، يعني ما خدتش مني وقت، وكانت تبطيطها في منتهى السهوله. انا عملت 3 يا جماعه، عملت 2 صغيرين وواحده كبيره، يعني 2 صينيه 28 او 26، والتانية صينيه كبيره حوالي 45. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله من سهولتها. بصوا يا جماعه عامله زي ورقه السيجاره زي ما بيقولوا كده. ده جميل بسم الله ما شاء الله. عملت واحده كبيره اهي. بس يا جماعه اهم حاجه ان انا كمان هسيبها ترتاح شويه كمان، يعني اهم حاجه ان انا اريحها كذا مره. يعني مثلا وانا حطاها في السمن بعد ما قطعتها سبتها ترتاح ماشي، وهسيبها ترتاح كمان شويه بردك قبل ما ادخلها الفرن. هدخلها الفرن على نار عاليه. قبل ما ادخلها الفرن هسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه عشان تبقى سهله ان انا افردها. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله سهله ازاي اهي، بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه سهل جدا. يعني مثلا لو جبتي نص كيلو هتعملي واحده كبيره، يعني تكفي بسم الله ما شاء الله، يعني تكفي 3 تنفار او حاجه او نفرين. يعني لو جبت نص كيلو اي سمنه يا جماعه، يعني المتوفر عندك اعملي بيه. مثلا لو عايزه تعملي بسمنه بلدي وما عندكيش، حبه وش لبن مره على مره كده هيبقى عندك سمنه بلدي. تعمليه سمنه بلدي، يعني تعمليه كده بايدك كده كانك بتعمليها زبده، وبعدين تسخنيها على النار هتبقى زي السمنه البلدي بالظبط، وتحطيها على حبه سمنه من التانيين. يعني مفيش حاجه يا جماعه بتقف، مفيش حاجه بتقف يعني معانا، يعني اي حاجه المتوفر اعمل بيه. لو انت تعبانه مثلا وممنوع السمن والحاجات دي، ممكن تعمليها بزيت ذره، تبقى جميله جدا، تبقى هشه كده وجميله. بصوا يا جماعه بتتفرد بكل سهوله ازاي. بصوا ولا بعمل حاجه، ولا هتتعبك ولا اي حاجه، ولا تدوري حوالين الطبليه ولا الكوانت اي حاجه يعني بتعملي عليها في البيت عندك، ولا ترابيزه ولا اي حاجه. اهي سهله جدا يا جماعه اهي، ولا الهوا. بصوا اهي، ايه رايكم يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله عليها، جميله جميله بسم الله ما شاء الله عليها في منتهى الجمال اهي. اهيت واحده فوق واحده كده. انا خلصتهم يا جماعه والله ما اخدوا مني حوالي ربع ساعه، يعني فرد وكده ما اخدوش مني ربع ساعه. ما دام مرتاحه كويس يا جماعه ما بتاخدش وقت. ما دام العجينه مرتاحه معاكي ما بتاخدش وقت. دي يا جماعه هحط فيها الصغيره. باقي بردك هوريكم ما عادش بقى مني سمن يعني خالص. يعني دي احط فيها الصغيره اهي. عملت 2 صغيرين اهي، احط فيها دي ارتاحت يا جماعه اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله اهي. اعمليها بقى بالحجم اللي انت عايزاه، تملي بيها. عايزاها رقيقه املي بيها الصينيه دي، عايزاها يعني طبقات وكده وتخليها اهي. عايزه تملي بيها الصينيه، لك مطلق الحريه ان انت تعملي فيها اللي انت عايزاه اهي. دي اول واحده اهي ماشي. التانية ممكن ما ادهنش سمن ولا حاجه. التانية اهي يا جماعه دوت يعني 8 كوبايات دقيق باللي انا وريتها لحضراتكم دي. يعني كيلو ما كملش النص،
يعني كيلو ما كملش، كيلو ونص يعني كيلو ما كملش النص، يعني كيلو وتلت كيلو كده يعني، لان انا عاملاهم بسم الله ما شاء الله عليها في منتهى الجمال اهي. دول ارتفعوا يا جماعه عشان كده انا بططهم. اما التانية دي هلمها واشيلها واسيبها شويه ترتفع بقى اهي اهي يا جماعه. هلمها اهي واسيبها ترتفع. اما ترتفع هبططها املى بيها الصينيه دي. الصينيه دي كبيره يا جماعه، حوالي يعني 45 50 سنتي كده تقريبا يعني اهي. هسيبها يعني دلوقتي ممكن افردها بس هتلم مني تاني. هسيبها ترتفع شويه وبعدين افردها، وهدخله الفرن على نار عاليه من فوق ومن تحت، واخد بالي منه يا جماعه. يعني مش هسيبه كده، كل شويه ابص عليه اشوف من تحت بقت يعني احمرت كده ومن فوق. وهجيب كمان يا جماعه عندي حبه وش لبن هحطه عليها، يعني قشطه، عندك قشطه حطي، انا عندي حبه وش لبن هحطهم فوقها واما اجي ادخلهم الفرن وهوريها لكم برضك يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ارتفعت اهي، سهله في التبطيط اهي جدا اهي. بسم الله ما شاء الله عليها جميله، بسم الله ما شاء الله. عايزه تملي بيها الصينيه بقى املي، عايزه تخليها تخينه كده شويه يعني براحتك يعني اهي. بسم الله ما شاء الله عليها اهي. دي الكبيره يا جماعه، دي حوالي 20 واحده من اللي حضراتكم شفتوها دي، يعني هي بالظبط كده 22 واحده من اللي حضراتكم شفتوها اهي. بسم الله ما شاء الله كبيره اهي. بقى انا مش هفردها بقى عن كده عشان تبقى رقتها حلوه يعني مناسبه اهي يا جماعه. انا مش شايفينها اهي كده. بسم الله ما شاء الله عليها جميله اهي. هحط لها بقى ايه، هي مش محتاجه والله، حبه وش لبن عشان تزيد حلاوتها، يعني تبقى حلوه يعني مخدومه حلو. يعني الفطير ده ما بنعملهوش على طول، كل شويه يعني، مش كل شويه بنعمله، يعني ممكن يعدي 6 شهور كده او حاجه ونعمله، لما يهف علينا بنعمله، بس متعملش على طول يعني. بس ممكن بيتعمل بنفس عجينه الفطير دي، بتعمل بقى حلويات مره كده ان شاء الله. هعمل بنفس عجينه الفطير دي، هعمل بقى حلويات، بس مش هعملها بنفس الطريقه. هفردها على الطبليه كده بحبه دقيق شويه صغيرين اهي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. انا ما حبيتش يا جماعه احشيها لا لحمه مفرومه ولا صدق ولا بسطرمه ولا حاجه، هما ولادي طالبينها كده، الفريتير الفلاحي بتاعنا. هي دي التانية اهي برضك المتوسطه دي يا جماعه 12 واحده، دي 12 واحده من الصغيرين دولت، كويره من الصغيرين دي. هفردها برضك ادخلها الفرن، مولعه الفرن انا من حوالي ربع ساعه على نار عاليه من فوق ومن تحت. بس انا فرن البوتاجاز يا جماعه، بس انا هقف جنبها مش هسيبها، ممكن تشعوط مني من الوش فاجي مطفيه من فوق، من تحت لو احمرت قبل فوق اطفي من تحت او اهدي من تحت بس كده. هدخل ديت الكبيره دي الاول وبعدين بدخل الاثنين الصغيرين. انا عملت 2 من دي يا جماعه اهي كده. بسم الله ما شاء الله شكلها جميل، يا رب يخلي خبزهم حلو برضك ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله اهي. دي التانية برضك يا جماعه اهي. هحط لها حبه وش لبن اهوت، لو عندك قشطه حطي، انا عندي وش لبن متوفر، عندي وش لبن اهو. هحط عليها وش اللبن اهيت وهدخلها الفرن برضه، مش عايزه افردها برضك جامد. دي يا جماعه دي 11 واحده، التانية اللي اكبر منها شويه 12 واحده اهي. دي 12 واحده. كل ده يا جماعه بسم الله ما شاء الله بحوالي اللي هو 6 كوبايات 8 كوبايات دقيق بالكوبايه اللي انا وريتها لكم دي
هفردها بردك واحط عليها الوش ووش اللبن، وادخلها الفرن لما التانية تستوي. بس كده في الفرن. بديرها كل شويه كل شويه اديرها عشان ما تعملش من ناحيه وتسيب ناحيه. بسم الله ما شاء الله عليها، شكلها جميل في منتهى الجمال اهو. فاضل لها سنه بس بسيطه، هدخلها الفرن تاني علشان تاخد لون، ومن تحت اهي سنه بسيطه بس. اهي يا جماعه خرجت من الفرن اهيت، بسم الله ما شاء الله. هي انا شوف القعر اهو، قعرها من تحت ده يا جماعه. مش محتاجه احط لها وش لبن تاني او اي حاجه. لو طلعت ناشفه يا جماعه من فرن البوتاجاز ممكن اغطيها، او احط عليها حبه وش لبن واغطيها كده شويه هتطرى. لكن هي بسم الله ما شاء الله طالعه طريه، لان هي طبقاتها يعني كويسه يعني. فبسم الله ما شاء الله جميله هي. احنا اكلناها يا جماعه مع عسل اسود وعسل ابيض اللي هو عسل نحل وجبنه قديمه، وكان في منتهى الجمال. دي اكلنا الشعبي الجميل اللي احنا يعني مفتقدينه دلوقتي، ولادنا اصلا ما بياكلوش كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.